لازم تكون عارف ان التغيير بيحصل من وقت للتاني، بيحصل سواء احنا كنا عايزين التغيير ده او رافضينه. التكنولوجيا بتتطور، السوق بيتغير، منتجات جديدة بتنزل، منافسين جداد بيدخلوا السوق، متطلبات العمل بتتغير، السيستم اللي عندك في الشركة بيتغير، التولز اللي بتشتغل بيها بتتغير وتتطور. فلو انت بصيت حواليك هتلاقي ان التغيير بيحصل في كل حتة، في الشغل، في العيلة، في البلد، في العالم، في الطقس وفي المناخ، وفيك انت شخصيا. المهم انك تكون مدرك ده وما تحاولش تنكره، وتؤمن بان التغيير حقيقة ثابتة، وان التغيير فعلا هو سنة الحياة. بس لازم نعترف برضو بان التغيير مش سهل، والانسان بطبعه مش بيحب التغيير. يمكن الوحيد اللي بيكون سعيد بالتغيير هو البيبي وهو بيغير البامبرز. المشكلة هنا انه غالبا بيكون التغيير واقع ومفروض عليك اكتر ما بتكون انت اللي بتقوم بالتغيير. يعني بتكون انت المفعول بيه مش الفاعل، وبيكون مطلوب منك انك تواكب التغيير ده وتتأقلم معاه. فخلينا في الاول كده نشوف نعمل ايه مع التغيير اللي بيكون مفروض علينا، وممكن في فيديو تاني نتكلم عن التغيير لو احنا اللي هنقوم بيه. السؤال دلوقتي، ايه واقع التغيير على الناس؟ وهنا هنشرح ما يسمى بمنحنى التغيير. اول حاجة بتكون الصدمة من طرح الفكرة نفسها، فتسمع حد بيقول ازاي ده بيحصل. المرحلة التانية على طول هي الانكار والغضب، فتلاقي حد تاني بيقول ده مش هينفع، اللي بيحصل ده غلط، الدنيا كده هتبوظ، او انا مش فاهم الناس دي بتفكر ازاي. المرحلة اللي بعدها هي اللوم، فتسمع مثلا انه فلان ده هو السبب ورا اللي بيحصل، او حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هما مش شايفين ظروف البلد عاملة ازاي، هو ده وقت ينفع فيه الكلام ده. او ممكن حتى توجه اللوم لنفسك، فتقول مثلا ما هو ده عشان انا باجي متأخر، او ما انا لو كنت عملت كده ما كانش ده حصل. بعد كده بيجي الارتباك، المفروض انا اتصرف ازاي دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اكمل شغل ولا اقدم استقالتي؟ طب لو قدمتها ايه البديل قدامي؟ وبعدها هتبدأ تتقبل الواقع، خلاص التغيير بقى امر واقع، وبدأت تتعامل معاه وتعتاد على الوضع، ويمكن كمان بدأت تقتنع بإيجابياته والفايدة اللي ممكن تعود عليك منه. لو انت بتواجه تغيير فانت كده كده هتعدي على كل المراحل في المنحنى. المهم هنا هو سرعة التعامل مع كل مرحلة فيهم. كل ما كنت أكثر مرونة في التعامل، كل ما قدرت تتجاوز المراحل دي بشكل أسرع وفي وقت أقل، وكل ما كنت ناجح أكتر مع الوضع الجديد. وبشكل عام فالناس وقت التغيير بتكون نمط من الأربع أنماط دي. الضحية بيحس إن التغيير ده ضده، أو إنه هو مقصود بيه وإن الشركة عايزة تخلص منه، أو إنه مثلا مضطهد من مديره ويفضل يلوم الناس كلها. النوع ده بيقف كتير عند أول منحنى ومش بيبذل مجهود في التأقلم مع الوضع الجديد. المتأقلم يمكن يكون مش عارف إيه السبب من التغيير، أو هو ممكن يستفيد منه بإيه، لكنه بيبذل مجهود في إنه يتواكب مع التغيير ده ويؤدي بنفس الأداء اللي كان عليه، ومعظم الناس بتقع في المكان ده. المقاوم شايف إن التغيير ده عكس تطلعاته، أو إنه مش هيحقق منه أي استفادة، أو إنه هيقلل من صلاحياته وسلطاته، أو إنه هيضر الشغل بشكل عام. والنوع ده هيبذل مجهود كبير ولكنه هيكون لمحاربة التغيير ده. رابع واحد وهو صياد الفرص، وده اللي عارف إن مع كل تغيير فيه فرصة، فبيدور عليها وبيدعم التغيير ده. المفروض انت تعمل ايه وقت التغيير عشان تعرف تعدي المرحلة وتتجاوزها بشكل سريع؟ اول حاجة اعترف بيه، وبلاش تقف كتير عند اول منحنى. دور على الفايدة اللي ممكن تعود عليك منه، وده هيخليك متحمس اكتر للمشاركة في التغيير. خطط ازاي ممكن تتعامل معاه، خليك ايجابي وحاول تكون في الصفوف الاولى من المشاركين في التغيير، وده هيخلي فيه قدامك فرصة في المرحلة اللي جاية. ولو في حاجة انت اتعلمتها عشان التغيير فحاول انك تعملها كتير لحد ما تتقنها، عشان دي فرصتك انك تكون مميز. يعني مثلا لو الشركة بتاعتك غيرت السيستم اللي بتشتغل عليه وفي سيستم جديد محتاج انك تتعلمه، فحاول انك تتقنه بسرعة وتكون من اشطر الناس اللي بتشتغل عليه. حاول ان مجهودك يكون واضح ومنسوب ليك مش لحد تاني، عشان تكون جدير بأي فرصة ممكن تكون موجودة. الخطوات دي تخليها قدامك كده زي روشتة تمشي عليها عشان تساعدك تتنقل بسرعة وبنجاح خلال مراحل أي تغيير تكون مضطر إنك تتعامل معاه، وإنك تتعلم دايما تدور على الفرصة حتى في أصعب الظروف.